اي فكره بتقاومها الفكره دي بتقوي نفسها لانها بتحاول تفرض نفسها عليك. لو قاومت فكره انك في حاله سيئه وابتديت دماغك تحط لك حواجز ان انت ترفض الفكره دي هتكبر. يعني اعتبرها حاجه كده زي كائن انت تنين انت بتضربه بتطير له رقبته بيطلع له منها رقبتين مثلا. عارف انت الميثولوجيا بتاعت اليونانيين دي اللي هي الحاجه الهايدرا اللي انت بتديها بالسكينه راسها بتطير بتطلع لك اتنين تضرب راسها. الالم النفسي عموما كده، اي فكره مضايقاك لو قاومتها هتبقى اقوى، هتقوي نفسها، هتطور نفسها وتهاجمك بشراسه اكتر. فما تقاومش، اهدى وتقبل ان انت زعلان، سيب نفسك زعلان شويه عادي. انت كم مره في حياتك حاولت تقاوم الاحساس بالزعل وتفايت باك الاحساس بالزعل والخنقه وزاد عليك لان انت ما كنتش عارف فكره ان انت لا تقبل في اللحظه ان انت زعلان وسيب نفسك يومين 3 انزل القاع وانت مقتنع وانت متقبل. لان تقبل الفكره يعني مثلا في حاجه كده بتقول لك ايه، ان انت تعبان قوي، تعبان وعندك مشكله وبتكح مثلا مش عارف فيك ايه وهتموت هتتجنن، فتروح للدكتور يقول لك والله انت عندك برد، لنفسك جديد. هو عالجك؟ لا هو ما عالجكش، هو عرفك ان انت فيك ايه. انت اول ما بتعرف انت فيك ايه وبتتقبل انت فيك ايه بتهدى. لما فكره تكون خانقاك ما تقاومهاش لانها هتبقى اكبر وهتطور من نفسها اكتر، فتقبل واهدى تلاقي الدنيا هديت.